بركة حياتنا ونور بيوتنا، صحتهم أمانة في رقبتنا. أهلا بيكم في المهم الصح. إزاي نواجه الغضب أو العصبية عند كبار السن؟ أول حاجة، أسباب الغضب والعصبية عند كبار السن ممكن يبقى ليها أسباب كتير، من ضمنها الأمراض المزمنة. الأمراض المزمنة والآلام من الحاجات اللي بتخلي كبار السن غضبانين وطول الوقت متعصبين. الحاجة التانية، في أدوية برضو ممكن تعمل أرق وبتعمل توتر، زي مثلا بعض أدوية الضغط، زي الكورتيزون، زي مثلا أدوية الاكتئاب. فالحاجات دي برضو مهمة ناخد بالنا منها. الاكتئاب والقلق برضو من الحاجات اللي بتعمل عصبية وبتعمل توتر لكبار السن. مشاكل الذاكرة وضعف السمع من الحاجات اللي بتخليهم برضو متوترين ومتعصبين. برضو من الضعف السمع بيخلي كبار السن مش فاهمين انت عايز منهم ايه، فده بيخليهم برضو في حالة من التوتر والعصبية. من الأسباب المهمة برضو العصبية عند كبار السن الوحدة والعزلة، هو مش لاقي حاجة يعملها، هو طول الوقت ما بيعملش حاجة. الإحساس إن هو فقدان السيطرة، فقدان الاستقلالية، مش هو اللي متحكم في حياته، أنت اللي طول الوقت متحكم في حياته، اعمل كذا، روح هنا، تعالى هنا. فطول الوقت هو حاسس إن هو مش هو المتحكم في حياته، فدي من الحاجات اللي بتعصبه وبتخليه طول الوقت غضبان ومتضايق. الحاجة المهمة، لازم لو كبار السن ظهر عليهم أي من أعراض العصبية أو التوتر أو القلق، لازم يتعرضوا على الطبيب مباشرة. طيب احنا كأهل نتصرف معاه ازاي؟ اول حاجة، رقم واحد، انت كشخص بتتعامل مع مسن متوتر او متعصب، لازم انت شخصيا تبقى هادي، لازم نبرة صوتك تبقى هادية. حاول تحسسه ان انت متعاطف معاه حتى لو انت مش مقتنع بالسبب اللي خليه متعصب، ده في حد ذاته بيهديه وبيخليه بيخليه يبتدي يهدى. حاول تغير المكان، ساعات المكان اللي فيه المسن ده بيبقى هو مصدر العصبية والتوتر بالنسبة له. مجرد ان احنا نغير المكان، نخرج في مكان تاني، ممكن نفتح مثلا الشبابيك، دي من الحاجات اللي بتهديه وبتخليه العصبية دي تبتدي تقل. لو هو متعصب قوي مش لازم نتكلم في الوقت ده، اهم حاجة ان انا بس احاول اهديه، ما اتكلمش وهو متعصب. ممكن افتح له مثلا، اشغل له موسيقى، اكلمه في اي حاجة، اعمل له زي ديستراكشن كده، اكلمه في موضوع تاني، ما اتكلمش في الموضوع اللي هو مضايقه. احاول اسمعه دايما واخليه يعبر عن رايه ويتكلم في الحاجه اللي هو حابب يتكلم فيها، ده برضو بيريليف الاسترس وبيقلل الاسترس والتوتر عنده. الحاجه التانيه، ما حاولش اجادله، يعني خليه يتكلم ويقول كل اللي هو عايزه، ما تحاولش تجادله او تعارضه في الكلام. مجرد ان انا بعارضه ده بيزود العصبيه عنده، بيزود التوتر. ما نحاولش برضو نرفع صوتنا عليه، اخلي انا دايما صوتي واطي. كل ما انا صوتي اوطى من صوته هتلاقيه هو يبتدي يهدى ويبتدي يوطي صوته وبيبتدي يتكلم بطريقه مقبوله. ما اقولوش اوامر، يعني ما اديلوش اوامر، ما تعالى هنا، روح هنا. الاوامر لكبار السن من الحاجات اللي بتعصبهم جدا وتوترهم، لازم دايما اديهم بدايل، يعني او اخليهم دايما هو اللي يختار. ما اديلوش اوامر في اي حاجه، يعني مثلا تعالى قوم مثلا استحمى، هتاكل ده، لا، دايما تحب تاكل ده ولا تاكل ده، تحب مثلا تاخد شاور دلوقتي ولا بعد شويه، دايما اخليهم تحب تلبس ده ولا تلبس ده. الاوامر لكبار السن طول الوقت دي بتخليهم دايما متعصبين ومتوترين. دايما احاول احافظ على روتين منتظم، وخصوصا لكبار السن اللي بينسوا شويه. لو انا طول الوقت بغير الروتين، يعني لو انا مثلا اللي بعمله النهارده غير اللي بعمله بكره غير اللي بعمله بعده، ده بيوترهم وبيعصبهم. اما بحافظ على روتين يومي منتظم، ده بيعمل لهم رياشورنس وبيطمنهم. نحاول برضو نحافظ على نشاط بدني، مهم اعمل رياضه. الرياضه والمشي من الحاجات اللي بتقلل الاسترس وبتقلل الضغط العصبي. لازم ينام كويس، فابقى متاكده ان هو بينام كويس، ومهم ينام بالليل، فنحافظ على نوم منتظم ونوم سليم، دي برضو من الحاجات المهمه. امتى طب ابتدي اقلق بخصوص موضوع العصبيه والتوتر؟ لو العصبيه متزايده بتزيد بشكل كبير، لو في عدوانيه، لو مثلا مصاحب ليها شكوك، لو مصاحب ليها هلاوس، لو مصاحب ليها تغيير واضح في الشخصيه، لا، دي كلها اعراض مش طبيعيه ولازم اكشف على طول. برضو العصبيه وفي كبار السن دي ممكن برضو انذار ان هي تبقى مشكله مثلا في الاملاح بتاعه الجسم، حاجه اسمها هذيان. كبار السن لما يجي لهم هذيان، يعني لخبطه في املاح الجسم، اي التهابات في الجسم، ممكن تلاقيه متعصب متوتر بيزعق، فدي برضو لازم يتعرض على الدكتور. فاي مسن يبتدي يظهر عليه عصبيه او نرفزه او غضب،
غير معتاد لازم يتعرض مباشرة على الطبيب. مستنية أسئلتكم واستفساراتكم في الكومنتس، وأشوفكم في الحلقة الجاية على خير.